الحبايب مساء الخير. اللي هتسمعوه دوت مش مشهد في فيلم ولا مشهد في مسلسل، ولكن حقيقة وواقع. المعلومات اللي تم الكشف عنها في التحقيقات مع سفاح التجمع تشايب، على رأي توفيق الدين. اسمع بقى، في شخصيات جديدة ظهرت في القضية، من ضمنهم واحدة قواعدة اسمها أم شهد. أم شهد هي اللي كانت بتجيب الفتيات لسفاح التجمع. هي ما كانتش تعرف إن هو بيقتلهم، لدرجة إن هي أول ضحية ودتها له هي شهد نفسها اللي هي بنت أم شهد، ولكن ان هو مارس معاها العلاقه بس وما قتلهاش. رجعت تاني شهد لامها بعد لما اقامت علاقه مع سفاح التجمع، وقالت لها ده مجنون، انا مش هروح له تاني. ليه يا حبيبتي؟ قالت لها ده ضربني وبهدلني وعورني في جسمي والى اخره، وبياخد مخدرات كتير، انا مش هروح. طبعا قلب الام اشتغل وقالت لها طبعا يا حبيبتي ما تروحيش. فعلا طلب سفاح التجمع من المشاهد تاني شهد، قالت له لا، شهد سافرت لكن انا ممكن اجيب لك فتيات تانية. فعلا بدات ان هي تجيب له بنات تانية، فهو قال لها البنات لازم يكونوا رفيعين يا مشاهد، نحيلات الجسم، انا مزاجي كده. فقالت له 2000 جنيه على الواحده. فعلا كان بيديها 2000 جنيه، وكان بياخد الفتاه يمارس معاها العلاقه. واوقات كانت فتيات بتختفي، في من ضمنهم فتاه اسمها رحمه. رحمه ديت اختفت بعد لما راحت ليه. ام مشاهد سالته على رحمه وقالت له استاذ كريم هي فين رحمه؟ قال لها انا ما اعرفش، انا بعد لما كانت عندي مشيت ما اعرفش راحت فين. ونظرا ان هم فتيات ليل، طبعا المشاهد مش هتدور على ان رحمه راحت فين ولا جت منين ولا عملت ايه، ما هي فتاه ليل كل يوم في مكان. في بقى فتاه تانية، والفتاه ديت حكايتها حكايه راحت معاه فعلا، وفي فيديوهات فعلا تم تفريغها اثناء التحقيقات وهي داخله معاه العماره ثم الشقه، ومارس معاها العلاقه. وقبل ما يمارس معاها العلاقه، اول ما دخلوا الشقه دخلت هي عشان تجهز الحمام، راح هو جايب كرافته متينه شويه كده، وبعد لما مارس معاها العلاقه راح خانقها بالكرافته دي. هو قال في التحقيقات ان انا فضلت محكم قبضتي عليها لمده 5 دقائق او اكتر لحد لما اتاكدت ان روحها طلعت فعلا. بس كده؟ لا، راح واخدها شدها من الكرافته اللي متعلقه في رقبتها على الارض، سحلها لحد باب الحمام، وقال انا رحت معلقها على أكرة الحمام وهي ميتة. دخلت الحمام، خرجت، فضلت أضرب فيها بشكل هستيري في وشها وفي بطنها وفي صدرها برجلي لحد لما نزل منها دم. وبعد كده طلبت معايا ان انا امارس معاها الجنس تاني، ولكن من الخلف. تصوروا ان هو مارس الجنس مع جثمان او مع جثه هو لسه قاتلها من الخلف. وبعدين بيقول حسيت ان ابني صحي لان ابنه كان عايش معاه. هو كان بيرتكب الجرائم ديت في الاستوديو اللي هو كان عامله عزله علشان ابنه ما يسمعش ولا اللي بره يسمع. يقول لما حسيت بكده رحت واخد جثتها حطيتها في شنطه السفر الكبيره، ورحت طالع بيها حطيتها في العربيه وطلعت على طريق بورسعيد. كان الكلام ده حوالي الساعه 3 الا ربع حاجه زي كده. كاميرات المراقبه فعلا سجلت وهو عند بوابات البوابات طريق بورسعيد حوالي الساعه 3 الا ربع، وغاب تقريبا حوالي 40 دقيقه ورجع تاني العربيه متجهه الى القاهره. المشكله ان سفاح التجمع ده الاغلبيه العظمى من جيرانه كانوا بيقولوا احنا ما كناش حاسين اصلا ان هو بيرتكب اي حاجه، كان شخص عادي جدا. اي نعم هو كان بيجيب فتيات كتير وبيبقى معاه اصحاب كتير وبنسمع صوت مزيكا عاليه بالليل، ولكن هو ما كانش ليه علاقه بحد خالص، لا بيكلم حد ولا حد بيكلمه ولا بيعمل مشاكل مع حد. يعني المشاكل العاديه بقى بين الجيران، سواء على بقى زباله، سواء بقى التكييف بينقط، مفيش الكلام ده خالص. لدرجه ان احنا ما حسيناش اساسا ان هو ممكن يكون خطر. واحد في حاله جدا، خاصه الكومباوند اللي هو كان عايش فيه كومباوند ما كانش ساكن كله وشبه هادي. اكتشفوا اكتر من 300 فيديو ل 300 فتاه مع سفاح التجمع على موبايل. هل قام بقتلهم كلهم؟ الله اعلم. في فتيات فعلا اختفوا وفي فتيات تانية ما اختفوش، ولكن مش هيقدروا ان هم يروحوا ويقولوا احنا كنا ضحايا من ضحاياهم. الغريب كمان ان في جسامين هو دل عليهم وتم استخراجهم فعلا، وراحوا فعلا المشرحه او العظام بتاعتهم راحت المشرحه عشان يتحلل لهم دي ان ايه، وبلغوا اهاليهم. الا ان اهالي الفتيات دي رفضوا يستلموا الجسامين دي وقالوا دي فضيحه وجرثه كبيره، خليهم هم متغيبين افضل، او الناس عارفين ان هم متغيبين افضل. خطر سفاح التجمع مش في الجرائم اللي كان بيرتكبها بس، ولكن في خداعه للناس اللي حواليه كلها. سفاح التجمع ما كانش عايش في التجمع فقط، ولكن عاش فتره في المنصوره وكان شغال هناك في مدرسه خاصه هو وزوجته، وما كانش بيبان عليه اي حاجه خالص. وبعدها سافر كمان بورسعيد واستقر هناك، وقال ان انا كان دخلي في بورسعيد اكتر من 2000 دولار في الشهر او 3000 دولار، وكانت حياتي انا ومراتي مرتكزه على 3 حاجات: الشغل، الجنس، المخدرات فقط.
طيب الدافع اللي خلى سفاح التجمع يرتكب كل الجرائم دي ايه؟ هو قال ان انا اكتشفت ان مراتي على علاقه بشخص تاني، وانها بتروح تقابله، وممكن ان هي تكون اقامت مع علاقه تانيه. ولما واجهها بالحاجات ديت هي خافت على نفسها، لان هي كانت عارفه ان هو مجنون وان هو مش طبيعي، فهربت على انجلترا وسابت ابنها معاه. هو قال ان بعد ما سافرت على انجلترا كانت بتبعت فلوس لعشيقها، وده اللي خلاني انا كمان اتجنن، وبدات ان انا اجيب فتيات امارس معاهم الرذيله واصورهم، علشان لما اقابلها اقول لها شوفي انا مرغوب قد ايه، كام واحده انا مارست معاهم العلاقه دي، كام واحده انا كنت بعمل فيها ايه. انا بشفي غليلي في البنات دي، وكمان بحاول ان انا اثبت لنفسي وليها ان انا شاب ما ينفعش ان حد يخوني، او واحده تكون معايا تعرف واحد تاني عليا. سفاح التجمع خطر كبير، واعتقد ان التحقيقات اللي جايه هتؤكد وهتكشف حاجات تشيب اكتر. خلوا بالكم، ما تثقوش في اي حد، الناس بقت وحشه. لازم تكون متاكد بنسبه مليار في الميه من اي حد تتعامل معاه، حتى لو كنت تعرفه من سنين. شكرا.